يا الأخوانجي نزار الشعري المترشح للانتخابات متاع 17 ديسمبر 2022. تعدد الزوجات لن يعود في تونس أبدا. فالإنسان كلما ازداد وعيه كلما تطهر من البهيمية. وتونس هي سباقة في العالم العربي الإسلامي لاحترام المرأة والأسرة والأطفال. فالمرأة هي شريكة حياة وليست جارية للبهيمية. يا نزار الشعري، مصر اليوم يعاقبها الله بانتشار الفواحش من فتاوى المعممين في الأزهر الشريف الذين لم يعجبهم من دين الله إلا تقديس الفاحشة الذكورية وإذلال النساء والأطفال بها. يا نزار الشعري، الخوانجية عار على تونس الحضارة التي أضاءت ما حولها حين جاءتها عليسة التي نشرت العلوم ونشرت المهن وبنت المدينة قرط حدشت، أي المدينة الحديثة، القرية الحديثة. أنت الخوانجية نشروا في تونس، إنجازهم الوحيد في تونس هو نشر الزواج العرفي والأطفال الذليلون الذين لا نسب لهم، فهم حال أن تشتكي بهم المرأة التي استغبوها بالزواج العرفي، تشتكي بهم للقضاء، يقولون أنهم زنوا بها ولم يتزوجوها ولا يعترفون بأطفالهم من الزواج العرفي، وبذلك تونس ملأوها بأطفال الزنا، أطفال بلا نسب. يا القاضي أنس الحميدي، العار على تونس الذي استخف بقانون الأحوال الشخصية التونسي، وجاءت امرأة تشتكيه للقضاء بأنه تزوج بها عرفيا وبينت مضمون ولادة أبنائها، هو يجب أن يحاسب، لأن القاضي هو المستأمن بالقسم على تطبيق القانون، فإذا كان هو مخالفا للقانون فكيف سيطبق القانون على المخالفين الآخرين؟ ومصر اليوم هي بصدد مخاض ولادة جديدة لتطهير مجتمعهم من الأفكار البالية وتطهير ورفع وعيهم ليلتحقوا بالعصر النور والحضارة الذي فيه احترام المرأة والأسرة والأطفال. هم اليوم في مخاضهم ينظرون إلى تونس قرطاج العظيمة ويودون أن يصلحوا قانون الأحوال الشخصية والأسرة بأن يبطلوا فتاوى الأزهر الشريف التي لم تعد تصلح لعصر النور والفن والجمال واحترام المرأة. تلك الفتاوى لم تعد تصلح لهذا العصر، فالمرأة هي شريك حياة بالزواج الوفي، ولا يمكن أن تكون جارية أو محظية أو فأنت الجاهل بقوانين الطاقة التي يعيش بها الإنسان، فالإنسان هو طاقة نورانية، فإن النكاح هو ناقل للأمراض النفسية
والجسدية، فلا يمكن المرأة أن تشترك مع أخرى في زوج واحد، لأن ذلك مضر لنفسها ومضر حتى لجسمها، فالنكاح هو ناقل حتى للأمراض الجسدية. والسلام عليكم.